السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد في قناة اكسوتيك. معاكم شادو. النهارده هنلعب 7 ديدلي سينز. النهارده هيبقى الجايد بتاع الهيرو ارينا ان شاء الله. هعمل كذا جايد منه. هعمل بتاع اول حاجه بتاع الماستر، وبعد كده بتاع الجراند ماستر، وبعد كده الشامبيون. اعتقد ان انا قلت اسمهم غلط. الماستر وبعد كده الشامبيون وبعد كده التشالنجر. همشيهم بالترتيب كده. ما اعتقدش ان البلاتينum والجولد محتاجين جايد. انت مجرد ما بتجيب 250 الف سي سي بتبقى انت تمام. الصعوبة بتبدأ من اول الماستر وبعد كده الشامبيون وبعد كده التشالنجر. ما اعرفش انا هقدر اصلا اكلير تشالنجر ولا لا بصراحة، بس انا بكلير ماستر جوين فيرست وبكلير تشامبيون جوين سكند. فهعمل لكم جايد عليهم ان شاء الله. ومن غير رغي كتير نخش في الانترو وارجع لكم بالتيمات على طول. ورجعت لكم بالتيمات. ده اول تيم زي ما انتم شايفين كده، عبارة عن ديمونز، ديمون كينج ميلي والار زيلدريس واستاروسا وديمون تشاندلر. طيب ال الجير بتاعهم انا حاطط، حط على ميلي اتاك ريت، وكمان احط على زيلدريس. ما اعتقدش عنده جير، ما عندوش جير. أنا حاطط له اتاك ريت حتى، مش يو ار ليه. زي ما انتم شايفين كده، حاطط لاستاروسا اتش بي ديفense، وحاطط لتشاندلر كمان اتش بي ديفense. السي سي زي ما انتم شايفين 3 و 300 و200 الف سي سي. حاطط لينكات مش اللي هي احسن حاجه. يعني انا ممكن اعلي اللينكات عن كده بصراحه. زي ما انتم شايفين كده، ممكن احط هنا ميلي مثلا، هيديني اعلى، هيديني سي سي اعلى شويه. احط هنا مين بان، هيديني برضو سي سي اعلى شويه. ف زي ما انتم شايفين كده، السي سي بيعلى كل شويه. انا ممكن اظبط اللينكات، بس انا زي ما انتم عارفين انا اول ما ببدا فيرست بصراحه بالذات بتيم الديمونز بعمل نيوك، ما بحتاجش اعمل اي حاجه تانية. الارتفاكت سيت بصراحة يعني مش مهمة قوي في الفايت ده. انا في العادي بحطها اتاك زي ما انتم شايفين كده، اعلى اتاك موجود بحطها. وبتخلص بيخلص الفايت باي وي باي وي اي وي اي وي. بصراحة الموضوع مش صعب ابدا وسهل جدا. نخش في التيم اللي بعده على طول. طيب ده التيم اللي بعده تيم هيومن. زي ما انتم شايفين كده، ارثر عليه سيزونال. السيزونال دي مش هتبقى موجودة على طول، بس يعني ارثر لسه في السيزونال بول، فلسه البوست بتاعه شغال. زي ما انتم شايفين الهيومن تيم سي سي عالي عشان في ال ار اس كانور، وفي اسمه ايه ارثر كمان، فالسي سي بتاعه عالي شويه. انت ممكن بقى هنا تعمل شويه تغييرات. ممكن تحط اتاك كريت على اسكانور، وممكن كمان تحط اتاك كريت على روكسي وبان، وارثر اتش بي ديفنس عشان هو اللي هيبقى بيتانك زي ما انتم شايفين كده. فالموضوع هيبقى سهل ان شاء الله، مش صعب. الفايت بيطول شويه، بس اول ما بتبدا تستاهل بس بتاعت ارثر الايوي بتاعتك بتقتلهم على طول. فحاول تستاهل بس بتاعت ارثر ايرلي عشان تخلص الفايت اسرع حاجه. وبان هنا عشان الاتش بي، روكسي هنا عشان السكند هيت، واسكانور هنا عشان الدمج. ممكن تغير اسكانور عادي، تحط التيميت اسكانور، هيشتغل برضه بنفس الطريقة. مش هيبقى في أي مشكلة. السي سي هيقل شوية بس مش هتبقى مشكلة أبدا، لأن هو الألتيميت اسكانور السكند هيت بتاعته قوية جدا ومفيدة للغاية بصراحة. فده تيم برضه ينفع تمشي بيه. أخش في التيم التالت. والتيم التالت طبعا تيم الانجلز. يا جماعة تيم حلو جدا، و انا بصراحة بحبه. زي ما شايفين السي سي مش راكب لسه. انا مش حاطط زي ما انتم شايفين كده معظم الجيرز مش حاططها. اول ما احط جيرز هعلى عن 300 الف سي سي طبعا. ف ما تشغلوش نفسكم بالموضوع ده. زي ما انتم شايفين كده الجيرز مش يعني مش فيهاش حاجه جديده. يعني اتش بي ديفense اتش بي ديفense اتش بي ديفense واتاك كريت لمايل عشان هو الدامج كيلر بتاعنا. زي ما شايفين كده 307 الف سي سي. حاطط الارتفاكت ست بتاعت الانجلز اللي هي انكريز بيزك ستاتس للجادز باي 3%. الموضوع بصراحه مش محتاج. يعني انت ممكن تغير التيم ده بقى، ممكن تغير كذا تيم. اديكوا تيمات تانية عشان ايه نبقى عملنا كفر لكل التيمات اللي موجودة. تيم الديمونز طبعا ممكن بدل ال ار زيلدرز تحط ديمون كينج زيلدرز زي ما انت شايف كده. ممكن تحط بدل ديمون كينج ميلي تحط بيرجاتري ميلي عادي. انت ممكن تستخدم هنا بيرجاتري ميلي عادي جدا، تحطه كده وتلعب اسمها ايه ديان عادي جدا. فين تلعب تيم سينز. فين ديان؟ مش شايفها. تقريبا اتعملت يا جماعة اهي.
ديان، وتلعب مثلا ميرلين عشان الهولي ريليك الجديد بتاعها، وتلعب دامج ديلر كمان، او تلعب حد بيحط شيلد زي كينج مثلا، تلعب كينج ده او ده. انا افضل بصراحه كينج ده عشان الشيلد بتاعه بيبقى اوريدي محطوط، ولما بيتكسر بيديك اتاك ريت ستاتس، هو في العادي مش هيتكسر اصلا بس يعني احتياطي. او تلعب بكينج ده عشان برضو الشيلد بتاعه والاي وي. او ممكن تلعب ب اسكانور عادي جدا برضو، تلعب مش ال ار اسكانور بقى، تلعب التيميت اسكانور طبعا هيبقى مفيد جدا عشان تيم السينز والهوليديك بتاع ميرلين. لو معكش الهوليديك بتاع ميرلين عايز تغير ما تحطش ميرلين خالص عادي جدا، تلعب بان والتيميت اسكانور عادي جدا. تيم سينز شغال اهو بدل بان، لو انت حاطط بان في الهيومن تيم ولعبت خلاص بالهيومن تيم مش هتعرف تلعب بيه تاني، عادي جدا تاخد هنا كينج. سهلة جدا يعني مش صعبة خالص، يبقى التيم عامل كده عادي برضو بيبقى شغال، وتيم كويس جدا. خدوا بالكم بس لان التاور ده في حاجه جديده اتضافت فيه، يو ار ميلي اتضاف، فاي دي بافس زياده عليه بتعمل له زي ما انتم عارفين اللي اسمها ايه الترو اويكن، الترو قصدي فورم. فخدوا بالكم لو ضرب اي وي واحده من الترو فورم هتخسروا، فحاسبوا ما تحطوش اي حد بيعمل دي بافس غير لما تبقوا متاكدين ان انتوا هتعملوا نيوك في اول تيرن. عشان انا في الشامبيون كذا مره العب الفايت واجي اخسر على الفايت بتاع ميلي عشان كنت حاطط ميرلين، فالميرلين بتعمل دي بافس لوحدها، فصعب قوي الفايت بالنسبه لكم او بالنسبه لي في الشامبيون، وممكن يبقى صعب قوي بالنسبه لكم هنا، فحاسبوا من الموضوع ده. طبعا التيمات هنا فيها تير، فلازم تقتل تير اول واحد، وكمان فرية بتعمل دامج عالي. التيم ده مش هتعرف تعمل وان تيرن نيوك لان ميرلين تانكي قوي وعندها دامج كاب، فخدوا بالكو. هنا التيم لازم تخلص على فرية و اسمها ايه يورميجند. لا دي مش يورميجند، اسمها مش فاكر اسمها والله، برونهيلد. تمام لازم تخلص عليهم، بس في ديان حاطه دامج كاب 30%، لازم تضرب 3 ضربات يعملوا 30%. خلاص. دي كده كانت التيمات بسرعة عشان ايه نحاول ما نطولش الفيديو. انا هعمل الرن هسجله وهعمله سبيد كده، وانا يعني احط اغنية او حاجة واعمل له سبيد كده، سبيد اب، عشان ايه الفايت لو فضلتوا قاعدين بتتفرجوا عليه هيطول قوي، الفيديو هيعدي 30 دقيقة، وانا مش عايز الفيديو بصراحة يعدي 30 دقيقة، فهنخش في اول فايت على طول. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah.
وبس كده، هو ده كان الفيديو بتاع النهارده. زي ما شفتوا عملنا كلير للماستر ديفيكالتي في الهيرو ارينا كله جوين فيرست. نصيحة مني ليكوا، أول حاجة تعملوها أول ما تخشوا الفايت بتاع ميلي أو تير، تخلصوا على ميلي وتير على طول، عشان الفايت هيبقى أسهل بكتير من غيرهم. ولو فضلوا في الفلور كتير هيعملوا لكوا وان شوت حرفيا، بالذات ميلي، لأن الرانك اب بتاعته بتيجي من الديبافس، وأنت معظم التيمات هتستخدمها هتبقى بتعمل ديبافس عشان أنت عايز تخلص الفايت بسرعة. فنصيحة مني ليكوا، خلصوا الفايت معاهم أسرع حاجة ممكن، حتى لو أنتوا هتعملوا سنجل تارجت زي ما شفتوا في الفيديو عندي. ف